بيان إلى الرأي العام. تشهد مناطق زينة ورتة التي تقع في نقطة الالتقاء مناطق تواجد القوى الكردستانية الثلاث بككة، بتكة، ينكة منذ منتصف شهر نيسان أبريل الماضي، تحشيد لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بتكة، مما خلق معه حالة من اللا استقرار وزيادة احتمالات التصعيد والخلافات بين القوى الكردستانية. ويمكن وصف هذه التطورات في هذه المرحلة الحساسة بأنها خطيرة للغاية، من شأنها أن تتسبب في نجاح مخططات الدولة التركية وسعيها لخلق صراع داخلي كردي. فما يحدث في هذه المناطق لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية على الإطلاق، وتتسبب بنسف الجهود المبذولة من أجل الوحدة الوطنية الكردية. تستوجب هذه المرحلة المهمة بكل ما فيها أن يتم تغليب لغة العقل والتفاهم والسمو عن كل الخلافات، وعدم إعطاء الفرصة للقوى المعادية وفي مقدمتها الدولة التركية بتحقيق أي مآرب لها ما بين القوى الكردستانية. زينة ورتة محطة اختبار حقيقي لمدى الحرص على المصلحة الوطنية الكردية ومدى الصمود والوعي أمام محاولات تركيا وغيرهم في استهداف الكرد. لا شك بأن تداعيات وتطورات الأحداث في زينة ورتة حال عدم التصرف بحكمة وبروح المسؤولية سيكون لها تداعيات سلبية على عموم الوضع الكردستاني، وكذلك على مساعي الوحدة الوطنية الكردستانية على وجه الخصوص. وما يحدث من تطورات في هذه المجال على صعيد روجافاي كردستان ستكون في دائرة التأثير السلبي دون شك. نناشد جماهير شعبنا في باشور وعموم كردستان بإبداء مواقفهم والتحرك لمنع حدوث أي خلافات، والطلب بأن تتحرك جميع القوى الكردستانية لما يخدم الكرد وقضيتهم في هذه المرحلة المهمة والحساسة. كذلك إيمانا منا بضرورة العمل الكردستاني الموحد، ونظرا لأهمية المرحلة وكذلك منعا لنجاح أي مخططات عدائية، فإننا نطالب القوى الكردستانية بإتباع لغة الحوار من أجل تجاوز عموم الأمور العالقة في زينة ورتة وتغليب المصلحة الوطنية الكردية فوق كل شيء، وعدم السماح لظهور أي شرخ كردي يكون في مصلحة القوى المعادية لشعبنا. مجلس ناحية تربسبية. بيجي يكيتيا قل كرد، بيجي يكيتيا قل كرد، بيجي يكيتيا قل كرد، بيجي يكيتيا قل كرد.